السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم صحة واحسن حال. النهاردة هنعمل معاكم طريقة الجزر المخلل. معانا يا حبايبي 2 كيلو من الجزر، غسلينه ومقطعينه بالشكل ده. يا حبايبي بقطع قدامكم القطاعة بتاعت البطاطس، هعمله لكم بالشكل ده. يا حبايبي اللي حبه صغير واللي حبه كبير. يا حبايبي بالشكل ده. بالشكل ده يا حبايبي. الشكل ده بيبقى جميل خالص. الاكل هتاكلوا ان شاء الله احلى مخلل الجزر. امشوا على الطريقه تاكلوا احلى مخلل يا حبايبي. يا حبايبي بالشكل ده. جبنا الجزر يا حبايبي، قشرناه وغسلناه كويس وقطعناه بالقطاعه زي ما وريتكم. شايفين يا حبايبي؟ جبنا معانا ميه مغليه غاليينها ومخلينها تبرد، حاطين 4 معالق من الملح. دوب الملح معاكم. المعلقه الرابعه. حط معاكم ربع كوبايه من الخل. ربع كوبايه من الخل. نقلب يا حبايبي الخل مع الملح مع الميه اللي هي سابقه الغلي. لازم يا حبايبي تغلوا الميه الاول، تخلوها تبرد عشان بتشوفوا القرمشه اللي في الجزر اللي بنشتريه من بره. لازم يكون الميه مغليه بس تكون بارده. ماشي يا حبايبي. جايبين الجزر، بسم الله، بالشكل ده. هتاكلوا احلى جزر ان شاء الله، احلى مخلل جزر. هنجيب يا حبايبي معانا 4 فصوص من الثوم، يدي ريحه وطعم. نقطع الثوم طرنشات كده، بتدي ريحه يا حبايبي وطعم. بالشكل ده. التقطيعه دي جميله يا حبايبي، شكلها جميل وطعمها بيبقى جميل بعدين. برضه التقطيعه دي حلوه. كل واحد على حسب حريته، حابه تقطعيه بالسكينه وتقطعيه بالقطاعه، كل واحد على حسب حريته يا حبيبي. ودينا يا حبايبي عملنا معاكم تخليل الجزر مكملش معانا 10 دقايق. حاجه سهله وبسيطه. واسبوع يا حبايبي ونفتحه 7 ايام ونيجي نفتح عليه يا حبايبي. 7 ايام ونفتح عليه. ولازم تكون علبه محكمه الغلق عشان ما ياخدش هوا ويعمل معانا عفن. ماشي يا حبايبي؟ لازم تكون علبه محكمه الغلق
عشان ما ياخدش معانا هوا ويعمل عفن معانا. وادي يا حبايبي 7 ايام ونفتح عليه. شايفين يا حبايبي؟ ادي يا حبايبي، ادي الشكل النهائي معانا مخلل الجزر. 7 ايام يا حبايبي وهنفتح عليه وهنشوف استوى ولا لا. بيبقى طعمه جميل خالص. لازم يكون علبة محكمة الغلق علشان ما يشمش معانا الهواء ويعمل معانا عفن يا حبايبي. ومع السلامة، وما تنسوش الاشتراك بالقناة والشير واللايك. مع السلامة والضغط على الجرس.